هو هذا ابو السياره اللي جانا ودمرني. اوقف 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 اخوي. ليش وقفتني؟ شكو اخوي العزيز، صالنصه مالتك دا تطلع صوت ودخان دمرتنا، واخويا مسوي عمليه وكلش مريض، وانتم جيران وحق الجار على الجار. يابا انا نخاطرك، راح ابيع هاي السياره وسيارتي الثانيه الصفراء، راح اجمع لها فلوس واشتري صالنصه مستورده لان غاليه الصالنصه. دعوة مريض ان شاء الله تاخذ لا تدعي له، ويجوز عنده ظروف، فخلي نقدر ظرفه وننتظره. لا توقفون الشغل، خلصون من هالسياره والله راح احرقها. دقيقه اوقف، ايش تحرق؟ معود سيارتك ايش بيه؟ معود تعبتنا الصالنصه، يوم دخان يوم ريحه يوم هاي موتتنا تموت. عيني هذا حجر البيئه مالتك، صار حماوه زايده وتحول درجه حرارته من 78 الى 1000، فما يتحمل. اكيد هسه طق عندك وسختنق، واكيد هسه لازم تستخدم الصناعه العراقيه. ليش اكو صناعه عراقيه؟ صالنصه صناعه عراقيه، انا هسه اجيب لك اياها، انتظرني لا تروح. ودخلنا اكبر معمل للصالنصات بالعراق، معمل صالنصات النجوم الفرع الرئيسي، وراح تشوفون وياي فخر الصناعه العراقيه والايادي العراقيه بمختلف الاعمار، يصنعون واحد من افضل انواع الصالنصات لجميع السيارات بالعالم، ولان الصناعه اصليه يعني بيها ضمان اكثر من سنه. تدي صالنصه سبورتج خلفيه اصليه. وشاركوا هاي الجهود العراقيه حتى نفتخر بصناعتنا العراقيه. هذا منتجنا، اتمنى يوصل كل محافظات العراقيه بصفحاتكم. وعنوانهم شارع الشيخ عمر، الشارع الثاني قرب البغنزيخانه، صالنصات النجوم الفرع الرئيسي. ادعم منتج بلدك حتى يقوى اقتصادك. ها بشرني، شلون صارت السياره مالتك الصالنصه الجديده العراقيه؟ وين استفاديت منها؟ اتمنى من كل شخص عنده سياره يستخدم المنتج العراقي.